تعرفوا ان انا لازم اخد براءة اختراع على الوصفة الجامدة دي. عايزة اقول لكم ان الزبادي معايا حاجة مختلفة جدا، حرفيا زي بتاعة المحلات واحلى كمان. من الفيديو ده وطالع ان شاء الله مش هتشتريها تاني من بره، وكل زبادي السحور هتعملوها في قلب البيت. اعتمدوا الوصفة دي واحفظوها عندكم على التليفون، عشان كل ما تتزنقوا كده مش هتاخد معاكم وقت ولا مجهود، على طول تفتحوا الفيديو بتاعي وتعملوها. يلا هندخل على المقادير والطريقة، بس قبل ما ابتدي الفيديو كده نبص على الزبادي الجامدة، نعومتها وكمان تماسكها عامل ازاي. اللهم بارك، القطعة بقطعتها، ولا فيها مية ولا فيها اي حاجة. عايزة اقول لكم ان تحطوا اللايك دلوقتي قبل اي وقت تاني، علشان خاطر الفيديو حرفيا يستاهل، تعبت فيه كتير وبفضل الله ربنا رضاني. ندخل على المقادير، تحطي اللايك وما تنسيش تصلي على رسول الله. جبت ازازة لبن كده جاموسي اصلي، عايزة اقول لكم من عند الفلاحة، مش اي محل بيبيعها، لازم تجيبيها من عند حد موثوق فيه عشان توصلي للمرحلة اللي هوريها لك دلوقتي. ابتديت اغليها كده كويس جدا لحد ما ابتدت تفور معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتديت بقى اطفي عليها النار وانزل الجناب، عشان كل اللي في الجناب ده مش لبن، ده يعتبر الوش بتاع اللبن اللي هي القشطة. نزلته كويس جدا وتأكدت ان هي مفيش اي حاجة هتتدهور فيها، ودخلتها على طول، سبتها تبرد الاول وبعد كده حطيتها في التلاجة. اخدت الخير بتاعها، اللهم بارك، بما انه لبن من عند الفلاحة فبيبقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الوش بتاعه اللهم بارك كبير جدا، وده هحوشه علشان خاطر اعمل بيه سمنة. طب انتي عملتي الخطوة دي ليه؟ الخطوة دي اختياري انا، عشان عندي اطفال ما يبقاش اللبن تقيل عليهم، فبشيل الوش بتاعه. وما تقلقيش خالص، هيعمل خير تاني وهيعمل وش تاني لما يبتدي يغلي بالمرة التانية. هو كده يعتبر ساقع تماما. هنزل عليه على طول بمعلقتين كبار من النشا على الكيلو ونص من اللبن. الازازة دي وزنها كيلو ونص، او الكمية بتاعتها كيلو ونص من اللبن. نزلت عليها بمعلقتين كبار هرمية من النشا، قلبتهم كده كويس على البارد وتأكدت ان النشا ابتدى يدوب معايا كويس قوي. هرفعها على طول على النار، ايديكي فيها باستمرار علشان ما تكتلش معاكي وتعمل قطع كده من تحت او تخرز معاكي. اول ما يبتدي اللبن يغلي مرة تانية، خلاص كده هتتأكدي ان هو ابتدى يفور وابتدى يطلع لفوق. هتنزلي اللي في الجناب مرة تانية، وده هيبقى الرواسب بتاعة النشا، وفي نفس الوقت كمان هيبقى الوش او الخير اللي طالع منه مرة تانية. هتبتدي تاخديه كده في مكان يهدى خالص على البارد، تسيبيه خالص خالص. بعد ما برد عمل الوش اللي انتوا شايفينه ده، بما انه لبن جاموسي من ناس موثوق فيها، اللي هو الازاز بتاعة الفلاحين، بتبقى يعتبر لسه حلباه، فبيبقى ما شاء الله اللهم بارك الوش بتاعه بخيره، وبيبقى كتير جدا مهما عملتي فيه برضو بيفضل تقيل كده وسميك. بعد ما ابتدى يهدى تماما، ولازم تعملي الخطوة اللي انا وريتها لك كده، هتحطي صباعك فيه تعدي 10 ثواني. لو انت ايديكي استحملته وخلاص وتمام وزي الفل، هتبتدي تكملي بقية خطواتك، اللي هو يكون بالظبط دافي او زي رضعة البيبي. هتفضلي بقى تضربي فيه بالهاند بلندر بعد ما حطيتي علبة الزبادي الخميرة، وتتأكدي ان ما فيهوش اي تكتلات، ولا علبة الزبادي يعني فيها قطع من اي اتجاه او مترسبة تحت. هتتأكدي ان هو داب خالص وما فيهوش اي تكتلات زي ما انتي شايفة. الخطوة بتاعة الهاند بلندر دي ممكن تعمليها بالمضرب الكهربائي او بالخلاط، لو اي حاجة منهم متاحة عندك. عبيت البولات بتاعتي زي ما انتوا شايفين. البولات دي حجمها كبير، ما هي صغيرة، قد بالظبط حجم الكوباية مون او كوباية الشاي اللي في كل بيت مصري. جبت صينية كده تكون حرفها عالي شوية، ورصيت فيها البولات اللي حطيت فيها الحليب بتاعي. بقية الكمية اكيد انا هعمل فيها اختراع دلوقتي، عايزة اقول لكم طعمه مهول وما يتخيرش ابدا عن اللي بره. جبت كيس من الاكياس الفروتي البودر، او اللي هو العصاير البودر اللي بتتجاب جاهزة او حتى سايبة مفيش فيها اي مشكلة. اخدت منها معلقة تكون كبيرة على الكمية اللي انا عملتها دي، وابتدت اول ما حطيت عليها على طول ابتدت تتقل كده وتكتل زي ما انتوا شايفين. جبت البولات بتاعتي وابتديت اعبيها كمان، واحطها مع الصينية بتاعت الزبادي اللي احنا رصيناها. عايزة اقول لكم طعمها غني جدا وما يتخيرش عن اللي بره، بس هقول لكم شوية ملاحظات كده وتكات تتجنبوها وانتوا بتعملوا الوصفة دي. طلعت معايا كمية الحليب اللي كانت موجودة بولتين من البولات اللي انتوا شايفينها دي، ودي حجمها كبير. ابتديت اجيب هنا مية سخنة ونزلت بيها على طول في الصينية اللي انا كنت طبعا رصة فيها البولات،
وابتديت على طول اغطيها واكتم البخار اللي طالع منها بورق استرتش او بالاسترتش راب وادخله على طول على مكان دافي اقل واجب 6 ساعات. دخلتها على طول، ما اخدتش طبعا يدوبهم ال6 ساعات كده بعد ما غطيتها كويس جدا بالفوطة علشان تكتم اي بخار طالع منها وتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم الشكل ده انا ما كنتش لسه حطيتها في التلاجة، المفروض ان هي بعد ال6 ساعات على الاقل خالص بتقعد نص ساعة في التلاجة العادية علشان خاطر تتماسك. هي اللهم بارك بعد ال6 ساعات زي ما انتوا شايفينها كده. شوية المية اللي من فوق دول يعتبر بخار المية اللي طلع من المية السخنة، فعمل بخار على طول فنزل في البولات بتاعت الزبادي. متماسكة جدا ولونها زي ما انتوا شايفين بتلمع كده وناعمة، وحرفيا احلى كمان من اللي بتجيبوها من بره. شوية حاجات ملاحظات كده هقولكوا عليها واحنا شغالين بس نشوف الزبادي بتاعتنا. اللهم بارك دي اللي بجد ابهرتني. تقلبيها بقى تعدليها مستحيل ان هي تتحرك من مكانها، حجمها وشكلها وتماسكها حاجة كده جامدة جدا. مش عايزة اقول لكم طعم فظيع، بس ممكن دي تكون اقل تماسك من الحليب السادة، علشان هقول لكم على شوية حاجات دلوقتي تعملوها وانتوا بتعملوا الوصفة دي. وخدوا بالكم ان من ساعة ما ابتديت اصور الفيديو وانا قلبة الكوبايات او البولات بتاعتي مفيش اي حاجة من قطع الزبادي وقعت او اتهزت. زي ما انتوا شايفين تقلبوها تعدلوها حاجة كده اللهم بارك، مش محتاجة وصاية. الملاحظات بتاعتي اللي هي لما تيجوا تستخدموا خميرة للزبادي هاتوا نوع نظيف جدا جدا، وتكون الزبادي البلدي، ما تجيبوش الزبادي المعلبة، بتبقى متماسكة جدا وفي نفس الوقت بتبقى اللبن بيبقى خام وتقيل زي بالظبط اللي انا اشتريته النهاردة. دي حاجة. الحاجة التانية لو هتعمليها بطعم الفواكه اللي انتوا شايفينها دي او بنكهة الفواكه، ما تكتريش ابدا في الكمية بتاعة الفروتي البودر او العصاير البودر، علشان خاطر بتعمل معاكي كده فقاعات وبتتقل كده مرة واحدة وبتبقى من تحت عاملة نسبة مية بسيطة. شايفين الزبادي بتاعتي عاملة ازاي ناعمة وقطعة واحدة، وكمان طعمها عايزة اقول لكم غني جدا، مش محدقة ولا فيها اي حاجة. وكمان لما تيجي استخدمي نوع لبن نظيف علشان تاخدي الوصفة دي. كتير قوي بنجيب لبن من المحلات بيبقى متخلط مية وبيبوظ معانا اي وصفة من وصفات الزبادي. وادي بقى الزبادي التانية اللي بطعم الفواكه، حاجة كده فوق ما تتخيلي، طعمها تحفة تحفة. انا لازم اخد براءة اختراع على الوصفة الجامدة دي. ما تكتريش من الفروتي البودر او العصاير البودر علشان بيبقى فيها نسبة ملح ليمون بتبوظ معاكي الوصفة وبتعمل معاكي مية من تحت، او بتبقى النكهة بتاعتها قوية وبتبقى محدقة شوية في طعم الزبادي. زي ما انتي شايفة حاجة كده اللهم بارك تحفة تحفة. عايزة اقول لكم جربوا الوصفة دي وعلى ضمانتي. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ما تنسيش تحط اللايك اللي بجد بيشجعني وبيدعمني علشان خاطر اكمل كده وانا جامدة جدا وبعمل وصفات حلوة وجديدة. لحد هنا كان الفيديو بتاعي خلص. لو الوصفة بتاعتي عجبتك ما تنسيش تحط اللايك وتعلقي لي كده بتعليق حلو منك. اسيبك في حفظ الله، ربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم.